لكل تيار سياسي أهدافه وطريقته في التعبير عن مبادئه، والحال لا يختلف في مصر عما هو عليه في دول أخرى. التيار السلفي الذي يتمتع بتأييد واضح في صفوف الإسلاميين في مصر اختار التحالف مع الإخوان المسلمين، ولكن يبدو أن هذا التحالف لا يعجب كل المنتمين لهذا التيار العقائدي، إذ شهدت الساحة المصرية مؤخرا انشقاقا لعدد كبير من أعضاء حزب النور السلفي الذين قرروا إنشاء حزب جديد. فلماذا هذه التصدعات في جسم الحركة السلفية المصرية؟ والسؤال المطروح الآن على الساحة: هل يقتصر الأمر على خلافات داخلية أم هو صراع نفوذ داخلي؟ أو ربما كما يقول البعض هناك أصابع خارجية تحاول إضعاف هذا التيار خوفا من المزاحمة. مصر: انشقاقات وتصدعات في جسم التيار السلفي، موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية، ونستضيف فيه من القاهرة القيادي السابق بحزب النور وأحد مؤسسي حزب الوطن الدكتور أحمد بديع. ينضم إلينا من القاهرة أيضا الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور عمرو الشوبكي. وبإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي. دكتور بديع، دعني أبدأ معك. حزب النور لم يكمل العامين من عمره السياسي، نسمع منذ فترة عن تشظيات داخل الحزب، عن انشقاقات، عن خلافات عميقة، شهدنا هجرة جماعية البعض يصفها بالانشقاق، البعض الآخر يقول حركة تصحيحية. ما الذي جرى داخل حزب النور تحديدا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ليست أو أنا شخصيا لا أميل إلى تسميتها انشقاقات أو تشظيات، لكن أنت في إطار أي مؤسسة إذا تعددت الرؤية واختلفت التصورات داخل هذا الجسم وعجزت الآلية في داخل هذا الجسم عن إيجاد متسع يعبر الجميع فيه عن هذه الرؤية، فمن الأفضل أنه كل طريق أو كل فريق يبحث عن الكيان الذي يستطيع أن يحقق هذه الرؤية من خلاله. نعم، ولكن عندما نشهد هجرة جماعية، نحن نتحدث عن 100-150 عضوا انسحبوا من الحزب دفعة واحدة، بما فيهم الرئيس، بما فيهم المتحدث. يعني هذا ليس مجرد خلاف في الرأي، هناك انقسام واضح. خلاف في الرؤى وليس خلاف في الرؤى وليس في الرأي. هو اللي حصل إيه؟ انه احنا في تصوراتنا انه التيار السلفي اللي هو احد مكونات التيار الاسلامي في مصر، هذا التيار السلفي داخله رؤى متعددة، وهذا التيار الاسلامي باطيافه المتنوعة هو احد اجزاء التيار الوطني الكل. يعني احنا لن نستطيع ان نفرض رؤية للتيار السلفي على المجتمع كله، فاحنا نظرتنا كانت اوسع في اطار الوطن كله بكل اطيافه، بكل الوانه، بكل اشكاله. للأسف الشديد احنا وجدنا انه لن نستطيع ان نحقق هذه الرؤية طالما ظللنا داخل هذا الكيان. لماذا؟ ما الذي يحول دون تحقيق هذه الرؤى؟ يعني ما هي المشاكل الموجودة التي واجهتموها؟ ما في هي قضية المشاكل، قضية آلية اتخاذ القرار داخل حزب النور. الأمر الثاني أنه رؤيتنا أوسع من رؤية الإخوة في حزب النور، وده اللي خلانا أن احنا في النهاية نقول لهم إذا احنا مش هنعرف نتفق، نعرف كيف نختلف، اتفضلوا الحزب اللي احنا بنيناه على كتافنا، اتفضلوا خدوه وقودوا بيه المرحلة، وفي النهاية الحكم هو الشعب اللي هيقول انه صوابية قرارنا وطرحنا ورؤيتنا ورسالتنا للأمة ولا صوابية الطرح الآخر. طيب. احنا في الحقيقة بنعبر عن كل مكونات الوطن وكل مفردات الأمة، ما بنعبرش عن لا فئة ولا فكر ولا جماعة. احنا قلنا انه لا عصمة لأفراد، لا احتكار لمعرفة، الوطن يسعى الجميع، نحن نعيش في الوطن والوطن يعيش فينا. ما عندناش إشكالية مع أي أحد، ما احناش لا حزب نخبوي ولا فئة مقتصرة على منهج بذاته، نحن نريد خدمة الوطن كله. طيب، سأنتقل إلى الدكتور عمرو الشوبكي. مساء الخير دكتور عمرو، مرحبا بك. ما رأيك؟ هل بالفعل ما حصل داخل حزب النور لا يمكن وصفه بالانشقاق أو التصدع كما يقول الدكتور بديع؟ هل هو مجرد تعدد في الرؤى داخل هذا التيار؟ يعني هناك فئة داخل التيار لديها رؤى مختلفة. هل هذه ببساطة هي المسألة؟ يعني بالتأكيد هو كما هو معروف التيار السلفي متنوع، ولا نستطيع أن نتحدث
عن التيار السلفي بالمعنى الذي نتحدث به عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. ولكن ما حدث في حزب النور هو بالتأكيد يرقى لدرجة الانشقاق، لأنه تعدد الرؤى يفترض أن يحتويها حزب واحد. في أي حزب سياسي هناك أجنحة وهناك تعدد للرؤى واجتهادات مختلفة. إذا عجز الحزب عبر آلياته الداخلية أن يحتوي هذا التعدد والتنوع الداخلي، يتحول الأمر إلى يعني انشقاق أو بناء مشروع سياسي جديد. وهنا في الحقيقة لابد من التأكيد أيضا على أنه أصبح الآن يعني جزء من المشكلات التي تعاني منها الأحزاب السياسية المصرية، سواء كانت أحزاب مدنية أو حتى أحزاب إسلامية، إنها في كثير من الأحيان قد تبدو بالذات في هذه النقطة متشابهة. وبالتالي فكرة الحصانة أعتقد التي كان هناك بعض الإسلاميين يتصورون أن بما أن لديهم مرجعية إسلامية وبما أن لديهم إطار فكري مستمد من المقدس أن هذا سيحميهم من الاختلافات أو الانشقاقات. أنا أعتقد أنه نحن الآن أمام صورة تقرب حتى التيارات السلفية من الواقع السياسي المصري، وربما تجعل البعض لا ينظر إليهم باعتبارهم يعني شيء خارج السياق الاجتماعي والثقافي المصري، سواء بالمعنى الإيجابي أو السلبي. يعني الصورة التي يحاول البعض أن يشيطن بها التيار السلفي أو بعض رموز هذا التيار التي تتحدث عن نفسها بصورة ملائكية وكأنهم محصنين على الانقسام وأنهم أصحاب منهج رباني وما إلى ذلك. حين تنتقل هذه المرجعية وهذا المنهج إلى أرض الواقع في حزب سياسي حديث، يصبح في الحقيقة شبه الآخرين وتختفي هذه الحصانة الاستثنائية ويكون معرض لانقسامات وخلافات واجتهادات مختلفة. وهذه في الحقيقة يعني ما أثبتته ربما تجربة حزب النور، وربما ما أثبتته من قبل حتى تجارب تيارات إسلامية وتيارات ليبرالية ومدنية أخرى، أن الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي يؤثر بشكل مباشر في هذه الأحزاب، وأن جزء من مشكلات هذا المجتمع ومشكلات أحزابه السياسية لم تعد فقط حكرا على التيارات المدنية، ولكنها يمكن أن نجدها أيضا في تيارات إسلامية وتيارات مختلفة. ما رأيك دكتور بديع، هل بالفعل صدمت الحركة السلفية حزب النور تحديدا بالواقع السياسي كما قال الدكتور الشوبكي، وهل رفعت عنها هذه الحصانة التي كانت تستمدها من الدين بالدرجة الأولى؟ يعني أنا بقدر كلام الدكتور عمر، لكن المسألة كلها ببساطة شديدة جدا إنه إحنا أولا جزء من هذا الواقع اللي بنعيش فيه ما نقدرش نعزل عنه. إحنا في الحزب يعني درجنا على أن نفرق بين ما هو دعوي وبين ما هو حزبي. الخلط في هذه المسألة لا يضفي قداسة علينا بالضرورة. يعني قضية المقدس عند الكل هو مقدس، ما يستطيع أحد أنه هو يبقى عنده مقدس وغير مقدس، لكن الفرق بيننا وبين الأحزاب الأخرى أنه إحنا بنعرف كيف نختلف. عندنا أدب الحوار العام، عندنا رابطة وآصرة الإسلام وأخوة الإسلام. بنختلف لكن بنعرف كيف نختلف، ما نقطعش بعض. دعني أسألك عن هذه المسألة دكتور بديع، الفصل بين ما هو دعوي وما هو حزبي، كيف بإمكان حزب عقائدي مثل حزب النور أن يفصل بين هذين الأمرين؟ المسألة ببساطة شديدة انه احنا بنفرق ما بين دعوي وما هو حزبي، انه العمل الدعوي محصور في او الخطاب الدعوي محصور في اطار الحلال والحرام، اما العمل الحزبي لدينا محصور في اطار الصواب والخطأ. انه العمل الدعوي نعم، ولكن شرعيتكم من اين تستمدونها؟ شرعيتنا نستمدها مما نطرحه على الناس ومن الشارع. احنا شرعيتنا احنا ما احناش حزب الهي بيستمد شرعيته يعني من الله ولا بنفرض وصايا على احد. احنا عندنا برنامج، عندنا منهج مستمد من ديننا، عندنا مرجعيه وطنيه بنحتكم اليها، عندنا هويه اسلاميه حاكمه وآصره لنا، عندنا مشروع بننزله على الارض للناس. والله الناس قبلته اهلا وسهلا، ما قبلتهوش خلاص، لانه احنا لا بنلبس انفسنا ثوب القداسه ولا يعني احنا معصومين من الخطا. نعم، ولكن هناك من يشير دكتور بديع الى ان يعني واحدة من المشاكل التي عانى منها الحزب من وجهة نظر المنشقين وانت منهم، انه رجال الدين سيطروا على شؤون الحزب، وان الدكتور عبد الغفور كان يعني من المناصرين او المؤيدين لفصل الحزب
عن جماعة الدعوة السلفية، ما رأيك؟ دعني أقول في الأول ليس في الإسلام رجال دين، يعني ما عندناش إحنا الكهنوت الموجود عند العقائد الأخرى، إحنا كلنا يعني الحمد لله مسلمون وكلنا بنحتكم الإسلام. لكن أنا شخصيا، ده رأيي الشخصي، لا أريد إعادة إنتاج ولاية الفقيه في الوسط السني. الفقيه فقيه على عيني وعلى راسي، ما أقدرش أتكلم عليه، لكن لما ينزل هذا الفقيه عفوا الى المعترك السياسي خلاص يبقى هو انتهت مسألته. هو هناك فقيه يعني بيدرس الدين، بيفتي الناس، بيعظ، بيعلم، بيرشد، لكن في الواقع السياسي الذي الخبرة تحكم فيه، والنظرة تحكم فيه، والموضوعية تحكم فيه، والثقافة تحكم فيه. أنا في الحقيقة لا أريد إعادة إنتاج ولاية الفقيه في الوسط السني، إنه ما فيش أي إنسان مهما عظم قدرهم وكلهم يعني فوق رأسنا ومشايخنا وعلمونا الدين، لكن في النهاية إذا نزلت إلى الواقع السياسي خليك سياسي، خلاص انتهت المسألة. لكن أن تخلط يعني القضيتين في النهاية بنضر بيهم، يعني زي ما حصل من بعض المنتسبين إلى العلم وأهل العلم وطلبة العلم لما نزلوا المعترك السياسي فأفتوا يمين وأفتوا شمال وزاروا فلان وتكلموا مع فلان وناقشوا الشأن السياسي، خلاص انتهت، بقت عندنا مشكلة، يعني انه مش قادر ادافع عنه، لانه هو مش قادر اقول ان ده راجل دين، لانه خلاص هو انتقل بالقضية الى قضية الشارع واضح. اللي هي مسار حديث الناس. طيب دكتور عمرو، على الصعيد السياسي ما الذي يعنيه يعني بروز حزب سلفي جديد على الساحة قبل شهرين من الانتخابات؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحظوظ حزب النور في الانتخابات القادمة، حظوظ حزب الوطن، وأيضا يعني تأثيره على التيار الديني الإسلامي بشكل عام في الانتخابات القادمة؟ يعني أنا أعتقد أنه التيار الإسلامي مثل أي تيار آخر لديه أعضاؤه ولديه مناصريه، وبالتأكيد التيار السلفي أو جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد حصلوا على أغلبية في الانتخابات الماضية بنسبة قرابة من 70%، وبالتالي في هذه الانتخابات بالتأكيد هناك حديث على أنه هذه النسبة يعني ستقل في الانتخابات القادمة، ولكن في النهاية سيكون هناك أولا تقسيم للأصوات المناصرة للتيار الإسلامي على التيارات الثلاثة بدلا من تيارين، وهنا سيكون في الحقيقة المستقبل أمام يعني خيارين: إما أن ينجح حزب الوطن في أن يأخذ الجانب الأكبر من شعبية حزب النور على أرضيته، أو يتقاسم هذه الشعبية مع حزب النور. أعتقد أن الساحة السياسية في مصر سيكون أفضل للتيار الإسلامي إذا نجح أي من التيارين في أن يحصل على الأغلبية أو أن يكون معبر عن هذا التيار، وأنا بتكلم على الأفضل من ناحية الفائدة الانتخابية. التحدي الكبير الذي سيواجه حزب الوطن هو في قدرته على أن يضبط هذا التحالف مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ومع أنصاره، لأنه خبرة حزب النور أو خبرة القيادات التي كانت تنتمي لحزب النور وأسست حزب الوطن كانت خبرة في إطار الشرعية، في إطار القانون. حتى كثير من التيارات المدنية وغيرهم كان يعتز باللغة المباشرة التي كان عادة يتحدث بها التيار السلفي، بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف مع ما يقولون، يعني بدون أي مراوغة أو ما إلى ذلك. التحدي الجديد هو أن هذا الحزب الذي يلتزم بقواعد دولة القانون وبآليات الديمقراطية سيتحالف مع مجموعات من حازمون الذين كانوا الأكثر انفلاتا في الحياة السياسية المصرية في الفترة الماضية، متهمون بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، المحكمة الدستورية، الاحتجاجات التي قام بها أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل نتيجة قرار المحكمة باستبعاده من انتخابات الرئاسة لسبب في الحقيقة لا يحمل أي تأويل سياسي، هو أبيض أو أسود، إما والدته تحمل الجنسية الأمريكية فيكون الأمر مخالف للقانون فلا يجب أن يترشح، وهكذا.
هكذا أيا كان رأينا أيضا في القانون. وبالتالي هذا سيكون تحدي كبير أمام حزب الوطن أن يحافظ على تقديم نفسه باعتباره حزب يتحرك في إطار آليات الديمقراطية ويلتزم بالقواعد اللعبة السياسية، وأمامه حليف على الأقل كل الرسائل التي وجهها في الفترة الأخيرة ومعه حليف كانت عكس هذا الاتجاه تماما. طيب دكتور عامر، أرجو أن تبقى معنا أنت والدكتور أحمد بديع. سنعود بعد وقفة قصيرة لأسأل الدكتور بديع عن التحالفات المزمع إنشاؤها في الانتخابات القادمة بين حزب الوطن والتيارات الموجودة. وأيضا أود أن أطرح السؤال التالي: هل يشعر السلفيين بالحذر من هيمنة الإخوان على المشهد السياسي في مصر بعد هذه الوقفة؟ نواصل الحوار الليلة حول الانشقاقات في جسم التيار السلفي في مصر. أرحب مرة أخرى بضيوفنا في هذا الحوار. معنا من القاهرة القيادي السابق بحزب النور وأحد مؤسسي حزب الوطن الدكتور أحمد بديع، ومعنا أيضا الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور عمرو الشبكي. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. لنأخذ بعض هذه المشاركات التي وردت قبل قليل. مصطفى بلادي يقول في مشاركة على فيسبوك: بعض السلفيين يريدون استغلال الظروف للوصول إلى سدة الحكم مع الإخوان، وآخرون لا يريدون التورط مع الإخوان في فسادهم. ربيح الرفاعي يرى أن الكثير من الإخوان يؤمنون بالدولة المدنية، أي أنهم حزب سياسي أولا، وهذا ما لا يعجب السلفيين. أما علي سعد فيقول: السلفيون يتوقعون شيئا من أحزابهم ولكنهم يتفاجؤون أن كل ما كانوا يرجونه هو مجرد حملات دعائية ولعب على العواطف. أمين خير يقول في مشاركة على الفيسبوك: ما زال أمام التيار السلفي طريق شاق لمعرفة تسيير دواليب دولة، فليس بالاندفاع وحده يمكن إدارة بلد بحجم مصر. عبير الجبار تشير إلى أن الإخوان المسلمين هم المسيطرون ولن يسمحوا للتيار السلفي بمجاراتهم في بسط نفوذهم على الدولة. نعيمة الدرقاوي لها وجهة نظر مختلفة، إذ تقول: حتى لا يخسروا الأصوات قسم السلفيون أنفسهم حتى يحصل كل حزب وشخصية على محبيه وبالتالي لا يفقدوا الأصوات. ميد يحيى يرى من جهته أن كثرة الأحزاب السياسية الإسلامية تعطي التيار الإسلامي وزنه السياسي الذي يستحقه. عباس زيني له نظرة نقدية على ما يجري، فبرأيه من يحسب السلفيين تيارا واحدا تنقصه الموضوعية، فتدني التأهيل السياسي وسطحية التدين تجمع بين المنتسبين لهذا التيار. المشاهد الذي يلقب نفسه مولانا الرازي يقول على تويتر: التيار السلفي المصري به من يريد التأقلم سياسيا مثل حزب النور، وبه متشددون انفصلوا وانضموا لحازم أبو اسماعيل. أخيرا عبد الباسط بوخريس على تويتر يقول: أعتقد أنها عملية إصلاح داخل التيار السلفي، وهذا أمر يحسب له وليس عليه. هذه بعض المشاركات، وأعتذر لعدم تمكننا من استعراض الكثير من المشاركات التي وردتنا هذا المساء بسبب ضيق الوقت. أعود إلى الدكتور أحمد بديع في القاهرة. دكتور بديع، طرحنا قبل الفاصل تساؤل. بداية، هل يخشى التيار السلفي من تفرد الإخوان بالمشهد السياسي المصري؟ في الحقيقة احنا ما بنخشاش من أحد، يعني الحمد لله رب العالمين إنه كل واحد له برامجه ورقاع، والشعب كما قلت سابقا هو الحكم في هذه المسألة، هو اللي بيحكم بالصواب أو الخطأ على البرنامج وعلى القائمين على هذا البرنامج. احنا تيار بيتفاعل مع المجتمع، التيار السلفي كله بجسده بتحالفاته، هو تيار يريد أن يقدم الخير للأمة، تيار بيتميز بالصراحة والوضوح والشفافية، تيار ليس عندنا مع أحد ضغائن ولا إحن، ولا ليس مع أحد على الإطلاق أي مشكلة في الوطن، تيار بيجمع الكل، يعني يجمع ولا يفرق، بيبني ولا يهدم، فلا عندنا نظرية مؤامرة بنقاسم نفسنا عشان نحصل على لا، يعني ليس من منطلق المؤامرة دكتور بديع، ولكن من منطلق الحذر والحرص وعدم الرغبة في أن يتفرد تيار واحد على المشهد السياسي في مصر. وطبعا خطر انا معاك، خطر انه تيار واحد يتفرد بالهيمنه على المشهد. مصر بلد متنوعه ثقافيا حضاريا، تاريخها قديم،
احنا الآن عندنا الهوية الوطنية والعقيدة الإسلامية اللي بتحكم هذه المرجعية الإسلامية، بتحكم هذه الهوية وبتصب فيها في صالح الوطن والمواطن. احنا ما احناش يعني جايين من كوكب آخر، نحن أبناء هذا الوطن من طينة هذه الأرض. فاحنا لنا رؤانا اللي عايزين نطرحها للناس، والله الناس قابلتها اهلا وسهلا، ما قابلتهاش هنطور في رؤانا، هنطور في نظرتنا، هنطور في خطابنا حتى نتوافق مع هذه الجماهير ونقدم لها ما نستطيع ان نقدمه. احنا بنحمل مشروع سياسي بامتياز يتميز بالعداله والشورى والشفافيه والمحاسبه وتكافؤ الفرص. هذه مباني بنينا عليها الحزب بتاعنا. عندنا المحاسبة شيء أساسي، عندنا الشورى شيء أساسي، العدالة شيء أساسي. لكن أنا النهاردة لما أتكلم على الدولة ما أتكلمش على دولة دينية ولا تيار سلفي يهيمن ولا سطحية في التدين كما قال بعض الإخوة المعلقين. إحنا عندنا عمق في التدين لأن إحنا بنرجع للسلف الصالح رضوان الله عليهم، هم دول مرجعية، هو ده السقف اللي إحنا بنتحرك تحته. الناس فاهمة خطأ، الناس فاهمة انه لما يطلقوا في وجوهنا انه الدولة المدنية الدولة المدنية، انا اريد ان احرر المصطلح واسترده. الدولة المدنية ماذا تعني الدولة المدنية؟ هل تعتقد بأن هذا المصطلح أو هذا المفهوم اختطف الآن في هذه المرحلة؟ طبعا طبعا اختطف، والاخرين يقول لك احنا عايزين دولة مدنية وبيعموا على الناس يقولوا لنا ايه الدولة المدنية، يحرروا لنا الآخرين تقصد الإخوان تحديدا؟ اخوان او غير اخوان، انا لا اقصد احد، لكن هذا اصبح دارج في الخطاب السياسي. نحن دولة لسنا دولة دينية ثيوقراطية كما كانت في العصور، ليس هناك كهنوت في الاسلام. بقول لحضرتك معناش عاوزين نعيد انتاج ولاية الفقيه في الوسط السني، لكن انا عندي مرجعية في النهاية بحتكم اليها وهي عقيدة الشعب. الشعب ده كله مسلم، الشعب مؤمن، الشعب يريد ان يحكم بالاسلام، لكن انا بقدم نموذج جديد للناس. هذا النموذج فيه من الشفافية والوضوح ونبل المقصد والصراحة التامة مع الناس. أنا ما يعنينيش المسألة، أنا بعمل ما أستطيع أن أقدمه والله سبحانه وتعالى هو الموفق. طيب دكتور عامر، ما رأيك؟ نفس السؤال، يعني هل برأيك من حسب معرفتك بالتيار السلفي بأن هناك خشية، هناك هاجس من أن تسيطر جماعة الإخوان على المشهد السياسي في مصر؟ يعني أنا أعتقد هناك خشية، وهذه الخشية عند الجميع، وأعتقد أنها خشية مشروعة على ألا يقوم فصيل واحد أيا كان هذا الفصيل بالسيطرة على مفاصل الدولة والهيمنة على الحياة السياسية. كما نعلم أننا يعني لم نؤسس بعد لدولة مؤسسات قوية لها تقاليد ديمقراطية. مصر بها مؤسسات دولة ممتدة منذ أكثر من قرنين، ولكن اعتدنا أن هذه المؤسسات في كثير من الأحيان أو في معظمها تكون لديها انحياز للسلطة الحاكمة. ورأينا ما أصاب الشرخ الذي حدث بين وزارة الداخلية وبين عموم المواطنين نتيجة هذا الانحياز في عهد مبارك. وبالتالي الخوف الآن من أن يهيمن فصيل على الحياة السياسية، أن يعيد إنتاج نظام يعني قد يتشابه أو يتشابه مع ما كان موجودا في العصر السابق، لأنه هذا لن يكون له علاقة بالنوايا، أن تكون نوايا الإخوان أفضل أو ما إلى ذلك، ولكن في ظل غياب تقاليد تضمن حياد مؤسسات الدولة، القضاء والداخلية والجهاز الإداري، وأن هذه المؤسسات لا تنحاز للسلطة الحاكمة أيا كان لونها. إذا غاب ذلك سيكون هناك خطر حقيقي من أن يسيطر الإخوان المسلمين على الحياة السياسية ويبدأوا في الهيمنة والتأثير على مؤسسات الدولة في مصر، بحيث تكون تابعة للسلطة الحاكمة أو واقعة تحت تأثيرها. ومن أجل ذلك هناك كثيرون في مصر كانوا ضد تعيين نائب عام جديد، ليس تعاطفا مع النائب العام القديم، ولكن لأنه هذا جاء بقرار من السلطة التنفيذية، ونحن نرغب أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء وأن يختار السلطة القضائية النائب العام بشكل مستقل عن هذه السلطة التنفيذية. وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا. وبالتالي التخوف أعتقد أنه تخوف مشروع، لأننا في لحظة حساسة المؤسسات فيها ضعيفة، اعتادت طوال ال30 عاما السابقة أن تمالئ الحاكم أو تقع تحت تأثير السلطة الموجودة. الآن جاءت سلطة وجماعة جديدة وجماعة قوية، هناك خوف حقيقي من أن يؤدي ذلك إلى الهيمنة وإعادة إنتاج نظام غير ديمقراطي مرة أخرى.
طيب أعود إلى الدكتور أحمد بديع. أود أن أسألك دكتور عن يعني تحالفاتكم القادمة. هناك الآن انتخابات لمجلس الشعب بعد حوالي شهرين تقريبا. التيار السلفي كما نعلم حصل على 25% من مقاعد مجلس الشعب الماضي. البعض يرى أنه مع هذا التنوع الآن ربما لا يستطيع التيار السلفي الحصول على هذه النسبة. هناك من يرى أنكم ستتحالفون مع الإخوان، هناك من يرى أنكم ستتحالفون مع الدكتور حازم أبو إسماعيل، هناك من يرى أن الدكتور حازم أبو إسماعيل سيؤسس حزب قائم بذاته. كيف ستبدو صورة تحالفاتكم القادمة؟ الدكتور يسري حماد زميلك ونائب رئيس حزب الوطن يقول إن أعضاء حزب النور هم إخوانهم وأنهم جميعا أصحاب منهج واحد وتربوا معا. إذا كان هذا الحال لماذا انقسمتم عنهم، وهل يمكن أن تتحالفوا معهم في الانتخابات؟ سؤال كبير حضرتك. سؤال كبير، تحالفات باختصار. بحب أطمن طب أحب أطمن الدكتور عمرو إنه مصر الدولة العظيمة الكبيرة الحضارة الممتدة اللي توارد عليها كثير من الثقافات، الثقافة الفرعونية والقبطية والفتح الإسلامي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تيار واحد يستطيع أن يسبغ هذه الدولة ولا أن يسيطر عليها مهما فعل ومهما صنع. حزب قوي، حزب ضعيف. مصر متنوعة ثقافيا وستظل كذلك. مصر منارة للعالم كله. الإسلام هو الشيء المكون الوحيد اللي بيجمع هذا الشعب، لكن لا أحزاب ولا تنظيمات تستطيع أن تؤثر أو أن تصبغ الشعب المصري كله. حضرتك عارف أكثر مني يمكن تنوعات الثقافية في المصريين. التحالفات إلى هذه اللحظة احنا أعلنا التحالف مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهو رجل قانون طبعا كما تعلم حضرتك، ومع حزب الشعب، مع حزب الفضيلة. الأحزاب جاية في الطريق إن شاء الله، لكن مع الإخوان المسلمين الكلام كما يقولون سابق لأوانه. ومسألة الدكتور يسري حماد في قضية أنه الإخوة في حزب النور إخواننا، هم إخواننا طبعا، لأنه عرى الإسلام أقوى من أي شيء وآثرة الإسلام أقوى من أي شيء، وسيظلون إخواننا حتى وإن اختلفت الرؤى. لكن مش بالضرورة أنه يكون أخويا وظل متفق معاه في الرؤى. أنا في النهاية لما اختلفنا يعني عرفنا كيف نختلف وقلنا لهم خلاص مارسوا المشروع. ولكن كان هناك كلمات قوية للمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بعد حركة الانشقاقات. يعني دعني أقرأ بعض ما ورد في كلامه. وجه رسالة قوية إلى الذين انسحبوا من الحزب، قال فيها: اتقوا الله في أنفسكم ودينكم وفي الدعوة السلفية وحزب النور وارفعوا أيديكم عنهم. وقال: لن يستطيع أحد أن يهدم حزب النور سواء هؤلاء أو غيرهم. وقال أيضا: موتوا بغيظكم. كيف يمكن أن تتحالفوا مع شخص يعني له هذه الفكرة عن الأشخاص الذين انسحبوا؟ اولا احنا بنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التقوى، واحنا مخبتين لله ومستشعرين المسكنه والذله بين يديه سبحانه وتعالى، ومش احنا بتوفيقنا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وبعدين موتوا بغيظكم وحزب النور. يعني انا اتصور انه اذا صدر هذا الكلام من اي هذا كان الكلام المنقول عن الباش مهندس جلال مرة. انا ما اسمي احد، لكن اقول انه هذا الكلام فيه نظره استعلاء واغترار بالنفس أكثر مما ينبغي. الجميع بيحاول يخدم هذا الوطن. ما فيش كما قلنا ليست هناك عباءة مقدسة في العمل الحزبي يستطيع الإنسان أن يلبسها وبعدين ما حدش يقدر يجي جنبه. ما عندناش الحمد لله في الإسلام بابوات يعني يستطيعوا أو زوات مقدسة. الكل يصيب ويخطئ، والطريق بالضرورة لا يمر إلى الله سبحانه وتعالى عبر حزب النور. الطريق يمر عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المرجعية الأولى والأخيرة في حياة الناس كلهم، يعني على اختلاف تنوعاتهم وعلى اختلاف رؤاهم السياسية. فأنا أرجو من الإخوة جميعا قالوا أو ما قالوش، أرجو من الإخوة جميعا أن يترفعوا بلغة الخطاب، وكما علمنا الناس وعلمنا الأحزاب الموجودة أنه لما بنختلف بنعرف كيف نتفق بهدوء وأدب وعندنا مرجعية. وتصور أن المشايخ الكبار حفظهم الله في الدعوة متفقون كلهم على هذا، أنه ينبغي أن تكون هناك أصالة الإسلام وينبغي أن يكون أدب في الحوار. أما قضية موتوا بغيظكم وموتوا بفرحكم هذه قضايا يعني طيب. وبعدين احنا ما يهمناش، عفوا ما يهمناش أنه حزب النور ينكسر ولا ينهزم. والله لو حزب النور تقدم في الانتخابات وحصل على يعني رضا الناس وتأييد الناس شيء يسعدنا جدا، لأنه حتى لو كان على حساب استبعد ذلك يا دكتور بديع. والله أنا هقول لك حاجة، خليني أنا مين الحكم في النهاية؟ الشعب. مين؟ مش الشعب؟ صحيح. والله الشعب عايزني اهلا وسهلا، مش عايزني خلاص. طيب. يعني دي قضيه بسيطه جدا يعني.
دعني أنتقل إلى الدكتور عامر في الدقيقة المتبقية. دكتور عامر، كيف برأيك سيؤثر هذا التنوع على خريطة الانتخابات القادمة؟ الآن ربما يكون هناك حزب ثالث سلفي للأستاذ حازم أبو إسماعيل، كيف سيؤثر ذلك على الخريطة وشكل التشكيلة البرلمانية القادمة؟ يعني بالتأكيد الأصوات التي اعتادت أن تذهب إلى التيار السلفي سيتم يعني قسمتها على 3 كتل. أعتقد أنه كتلة الإخوان هناك يعني مؤشرات أو يعني لا يوجد استطلاعات رأي دقيقة أنه يعني ستفقد جزء من رصيدها السابق لصالح من؟ لكن فيما يتعلق أنا أعتقد لصالح التيارات المدنية، يعني أنه الجزء الذي سيخسره الإخوان المسلمين لن يذهب للتيار السلفي، إنما سيذهب إلى الكتلة أو التيارات المدنية. التيار السلفي يمكنه أن ينسق فيما بينه، ويمكنه أيضا أن يحافظ على نسبة قريبة من التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، ولكنه سيظل أمامه معضلة أنه لن يكون هذه المرة لن يكون هناك حزب واحد يعبر عن التيار السلفي، إنما سيكون هناك إما حزبين كبار أو 3 أحزاب. والحزب الثالث هو حزب كما ذكرت يعني سيكون حزب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا أرى أنه سيكون له خصوصية مقارنة بالحزبين الآخرين، النور أو الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو الشبكي، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب السابق، كان معنا من القاهرة. شكرا أيضا لضيفي الدكتور أحمد بديع، القيادي السابق بحزب النور وأحد مؤسسي حزب الوطن الجديد. شكرا لكما على هذه المشاركة.